على الأقل يحرمون مثلا سبب الطائفية هي العداء الموجود، يحرمون سب الخلفاء، ولا يوجد أي عالم في النجف أو في قم يحرم سب الخلفاء. مو هو هذا السبب كراهية؟ يعني أنت شلون ما تقبل واحد يسب أئمتك وتأمر بالقتل الساب لأهل البيت؟ هم عندهم أئمة، هم عندهم أفضل الخلفاء أفضل من أهل البيت، عندهم عمر أفضل من علي، فشلون أنت تبيح لنفسك ولا أتباعك سب ولعن أئمتهم وما تقبل واحد يسب أئمتك؟ يعني مو هو القاعدة الأخلاقية يسموها القاعدة الذهبية، كل المجتمعات البشرية تعترف بها، ولا يمكن إقامة أي مجتمع بشري بدون هذه القاعدة، وهي حب لأخيك ما تحب لنفسك. مع ذلك احنا نشوف علماء الشيعة لحد الآن ما صدر تحريم لسب الخلفاء اللي هو أساس الطائفية، أساس الكراهية. احنا نشوف علماء الشيعة لحد الآن ما صدر تحريم لسب الخلفاء اللي هو أساس الطائفية، أساس الكراهية، احتقان طائفي. بعد ذلك يقولون احنا اخواننا اهل السنة. شلون انت تقول اخواننا وتسب مقدساته، تسب عائشة، هم يعتبرون اشرف من جميع امهاتهم، ونزل القرآن في طهارتها، يعني رجال الدين. الحوزة هم ساكتة. هذه المصيبة، المصيبة الأعظم، الحوزة ساكتة عن دجل الوعاظ مثل المهاجر وأمثاله، ولا صدر أي نهي مثلا عن يابا شوية قليل خرافات، شوية لا تكذب على الناس، شوية لا تدجل على الناس. فضحونا قدام المذاهب الأخرى، صار الشيعة كذب، تقية، دجل، متعة وأمثال ذلك. هذا الشيعة صار. شنو صارت الشيعة؟ شنو صاروا؟ ولا يوجد أي رد من المرجعية ومن الحوزة إلى مثل هؤلاء التوافه. المهاجر قلت الناطق الرسمي باسم الشيطان، هذه ماكو رد عليه، ماكو رد على ذاك ياسر، الشيخ ياسر لحد الآن من الحوزة أنه تهجم على عائشة، وهذا أغاظت مليار إنسان مسلم ضد الشيعة. واقعا واحد إذا يروح بمصر، إذا يروح بالسعودية، يقول أنا شيعي، يستحي يخجل، لأنه ما خلوا فد شيء إنساني للشيعة. فأختم الكلام، أنا ما أحب